بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل. أعزائي أعضاء جروب وقناة أرانب جد عصام، عزيزي مربي الأرانب المبتدئ، كلامي كله للمربي اللي بيربي في أوضة أو في بلكونة أو في مكان زي اللي أنا بربي فيه ده، المربي الصغير اللي على قد حالاته. كلامي مش موجه لا لأصحاب المزارع ولا للمشاريع الكبيرة. ناس كتير بتسألني بتقول لي يا جد عصام، لما الأرنبة بتعشر انت بتديها علاج ايه وبتعمل برنامج ادوية في المية، في جردل المية ايه لغاية ما بتولد؟ ولما الأرنبة بتولد انت بتديها ايه؟ قلت لهم يا جماعة، انا برجع الأرنب لطبيعته اللي ربنا خلقه فيها. انا من غير ما احلف واي حاجة، وكل اللي جم خدوا من عندي أرانب شافوا الكلام ده عندي والحمد لله ماشيين بنفس النظام عندي. انا برجع الارنب للطبيعة بتاعته، تربية بدون ادوية. يعني ايه تربية بدون ادوية؟ انا ما بديش اي نوع ادوية ولا اي نوع فيتامينات، لان الارنب بطبيعته يا جماعة لا بياخد ادوية ولا بياخد فيتامينات، انما دي حاجات استحدثوها عشان ياخدوا من حضرتك الفلوس شركات الادوية. بس الادوية دي مهمة يا عم يا جدو عصام. طبعا الادوية، ما حدش قال ان الادوية مش مهمة، بس الادوية مهمة لايه؟ للارنب الجربان اديله ايفوماك، الارنب المعضم اديله كالسيوم، الارنب اللي ما بياكلش اديله فاتح شهية. انما ارانب سليمة عندي وكويسة اوعى تديها اي حاجة، نصيحة مني ما تديش اي حاجة. ارنب يولد اوعى تديله حقن ولا الكلام الفارغ ده. طب في فترة الحمل بتاعت الارنب ما تاكلش الا العلف بتاعك، علف يكون نضيف. انا بستخدم علف اسمه تايجر فيت، العلف ده اكتر من ممتاز قسما بالله العظيم. هو ده، وبهوي المكان يكون متهوي. النظافة بنضف بايه؟ انضف بيود، انضف بكلور. لو عندك دايزانون كل شهر رش البطارية بيه، الحاجات دي. غير كده ما بعملش. يعني انت يا جد عصام الارانب العشر والكلام ده كله ما بتهتمش بيها؟ انا ردي على السؤال ده في حاجة واحدة. كل اللي بيسمعني لو رجع لجدته او سته او والدته لو كان كبير في السن زي حالاتي كده، ويرجع لوالدته. يا جماعة، اولا ايام زمان اي واحدة ست كانت بتحمل ما كانش فيه حاجة اسمها متابعة، ما كانش فيه كل شوية سونار، ما كانش فيه الكلام الفارغ اللي بنسمعه الايام دي. طب الناس دي كانت بتموت ولا كانت عايشة؟ ما شاء الله تبارك الله، اي واحدة من جدودنا او من ستنا او امهاتنا والدة لا يقل عن 10 او 8 او 5 ولاد وشباب، وما شاء الله عليهم بقوا رجالة وزي الفل لغاية النهاردة بقوا رجالة. طب بقوا رجالة يعني دول ما كانوش بياخدوا حاجة؟ والله العظيم امهاتنا والناس دي يا جماعة ما كانوا بياخدوا اي حاجة خالص، كانوا بياكلوا وبيشربوا ويولدوا في البيت كمان، والولادة كانت بتبقى طبيعية ومفيش اي مشاكل عندهم. طب كانوا بيعتمدوا على ايه؟ كانوا بيعتمدوا على الاكل والشرب العادي بتاعنا، وما كانوش بيلجأوا للادوية. انما اتفرج انت النهاردة على الجيل الجديد اللي طالع، اول ما الواحدة تبقى حامل تجري على الدكتور الحقوا عملوا لي سونار ايه ونيلة ايه؟ يعمل السونار. طب حضرتك بقى هتجيلي متابعة كل شهر وقاعة يا عم الحاج، كل شهر تروح سونار
وادويه وفيتامينات. وهي طبعا طالما راحت للدكتور والدكتور قال لها تعالي كل شهر، فهي مسكينه غصب عنها بعد شهر من الحمل هات لي كرسي عشان اصلي وانا قاعده. تصلي وانت قاعده ليه؟ ما هو الدكتور قايل لي راحه تامه وعلاجات وقرف. والحق لي يا منصور هات لي الكبسون. الحقك في ايه؟ اجيب لي الكبسون ايه؟ كبسونه الفيتامينات وكبسونه الكالسيوم والحاجات دي كلها. ومنصور يا عيني غرقان وعمال يقع في فلوس. تيجي تولد ما بقاش في بنت للاسف بتولد طبيعي زي زمان من كتر الادويه ومن كتر النيله اللي عمالين يدوها للبنات. تلاقي 90% من البنات الجيل الجديد 90% بيولدوا قيصري، مع ان الارانب دي انا عودتها واخدتها ان هي تعيش عيشه اهالينا بتوع زمان. ما هي والده وما شاء الله عليها اهي ولدت طبيعي، ما ولدتش قيصري ولا اديتها حقن ولا اديتها فيتامينات. حسب يا حبيبي ما هتعود الارانب بتاعتك. نصيحة مني لا تدي حقن ولا تدي فيتامينات، وخلي الارنب يعيش حياته الطبيعية اللي هو كان عايشها. اهو الارانب كلها والدة وما شاء الله زي الفل. ايه المشكلة؟ خلي الارنب يعيش عيشته الطبيعية وما تديش حقن وما تديش فيتامينات. اهم حاجة النظافة ثم النظافة والعلف والتهوية. بتمنى لكم كل خير واتمنى ان الاقي الكلام بتاعي ده قبول عند حضرتكم. اللي مش عاجبه الكلام بتاعي او اللي مش مقتنع بيه ادي يا عم فيتامينات واعمل اللي انت عايزه، انما انا برجع الارنب لطبيعته ولبيئته اللي هو عايش فيها، علف وتهوية، وان شاء الله يبقى الموضوع زي الفل. ادي السلالات حضرتك شايف الجمال بتاعها من غير حقن ومن غير فيتامينات ومن غير اي حاجة. اتمنى لكم كل خير وسعادة، والى لقاء قادم في فيديو قادم. لكم حبي واحترامي ودعواتي بدوام الصحة والستر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.